زيزو في الاهلي ولا في الزمالك؟ هي الفكره مش زيزو في الاهلي ولا في الزمالك، قد ما زيزو المفروض هو يكون محدد هدفه. والمفروض ان زيزو يقعد قدام نفسه ويقول انا نادي الزمالك اداني ايه، وانا خدت ايه من نادي الزمالك، ونادي الزمالك عمل لي ايه ووصلني فين. انا كنت جاي ازاي، وكنت بعمل ايه، وكانت طريقه لعب ازاي في الاول، وبعد كده اتطور ازاي مع نادي الزمالك، وايه اللي انا وصلت له. فلازم الحاجات دي يقدرها، ما قدرهاش هو الخسران. ومع ذلك انا بقول اهو، عادي عايز يروح يلعب في الاهلي يلعب، مع ما فيش اي مشكله. النادي الزمالك مش هيقف على زيزو ولا غير زيزو، ولسه الاهلي ياما هياخد من عندك انت كمان. دي عرض وطلب. اذا انت فاشل في اداره ملف اللعيبه عندك، وانك انت تجدد معاه، وانك انت تخلص معاه من بدري. نادي الاهلي ما بيأثرش في المواضيع دي. فانا شايف اهو، هل انت مع قرار زيزو انه يرحل؟ وهل انت مع زيزو لو مجلس اداره حسين لبيب جدد له بمبلغ خيالي 60 مليون؟ لأن زيزو ده مش مارادونا، زيزو ده لعيب عادي جدا، لعيب بدني، وثلاث ارباع اهدافه ضربات جزاء. انا بقول لك حتى لو ضربات جزاء بيبقى دي شطاره ومهاره، لكن انا بقول لك اهو، والاسيستات اللي بيعملها. لكن انا بقول لك ان زيزو لعيب انا شايفه ممكن يتعوض، مش لعيب مش ممكن ما يتعوضش، لا. وغير كده كمان النادي الزمالك ما بيقفش على اي حد. فانا بقول لك اهو، اذا انت رحت الزمالك فكر كويس، اذا انت كملت، اذا انت رحلت، اذا انت هتلعب من الاهلي هتلعب ايه وعشان ايه، وايه اللي هتاخده، وايه اللي هتاخده اكتر عشان بطولات النادي الاهلي هيلعب. انت داخل دلوقتي مع نادي الزمالك قدامك كذا بطوله، فانت قدامك برضو انك انت ممكن توصل. انت دلوقتي انت ممكن بتنافس على الدوري، يعني ممكن تلعب بطوله افريقيا السنه الجايه، ممكن يبقى في تدعيمات من الزمالك، ممكن يشتري. المهم قول لي رايك في التعليقات. زيزو يكمل ويفكر في مصلحته ومصلحه الزمالك اللي عمله، ولا خلاص الموضوع فلوس ويجري ويلعب للنادي الاهلي؟